القناة الحرة. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونعود معكم الان على انغام الاندر جراوند وفرقه ذا باند في وصله لاجمل انتاجاتها. اهلا وسهلا بكم حسن المصري. اهلا بيك. قائد فرقه ذا باند. سريعا تعرفنا بالفريق بتاعك. دينا خالد. تمام، انا عارف دينا. ماشي تمام. ليد جيتار بيتر. تمام بيتر. مستر جيمو كاخون. جيمو. مارتن كيبورد. فادي بيلعب على البيس. ان شاء الله كلهم اجانب. مش اول مره تنورونا، ولكن الفرقه تطورت واتسعت زي ما انا شايف، وضاف ليها عناصر جديده. هل ده برضو انت اضفت برضو ليها الحان جديده، كلمات جديده، اتجاه جديد في الغنى؟ بالظبط. احنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت ديت ان احنا نعمل اغاني جديده، نغير المسار شويه. حبينا نزود الفانك اكتر في المزيكا بتاعتنا، بحيث ان احنا بنغني اغاني اجتماعيه طبعا زي ما كل الناس عارفه، بنحاول نعبر عن الشارع وعن الواقع. تمام. بس كنا بنستخدم المزيكا اللي هي الهاديه شويه. دلوقتي بنستخدم المزيكا اللي فيها حركه شويه، علشان يعني الناس اللي في الحفلات تسمع وتستمتع في نفس الوقت. اخر انتاجاتكم ايه يا ابو علي؟ يعني كان ايه دينا؟ بيومي فؤاد. بيومي فؤاد بيومي فؤاد الممثل الشهير جدا. هو مش بتتكلم عن بيومي فؤاد بالظبط، احنا بنتكلم عن قصه يعني هتسمعوها في الاغنيه. والاغنيه عاملين ديسباسيتو، عاملينها بالعربي. ديسباسيتو بالعربي. حلوه. اجلها لاخر اللقاء دي عشان تسمع، عشان الناس تستنى. اسقاط ساخر شويه. حلو قوي. كلمات محمد عبد العظيم الشاعر. نبدا بايه؟ نبدا بيومي فؤاد؟ لا نبدا ممكن براجل بسيط. راجل بسيط. بتحكي عن ايه راجل بسيط؟ اللي مخطوبين مش عارفين يتجوزوا. دي مشكله كل الشباب واقع فيها اليومين دول. خلاص نسمع حاجه من الشباب بتعبر عن الشباب. نسمع راجل بسيط. اتفضل يا حسن. اتفضلوا يا شباب. راجل بسيط عايش حياتي، عنده شيكات بدون رصيد، شهادتي هي مؤهلاتي، مركونة عنده على الحيط، سواق تاكسي وبالليل ساعاتي، ودفتر فاضي في البريد، ساكن في عشة في المعادي، أصلا جايبها إيجار جديد. وهنعمل إيه بحظنا؟ كانت شورى مهببة، الجواز ده مشكلة، وشبابنا ضعف التهلكة. أجمل ما في العمر راح، مبقاش في إيدينا شيء متاح، بصراحة ومن غير سياح. تعبنا يا ولاد المؤذية. حبيبتي اللي مستحملاني، سنتين خطوبة مفيش جواز، بشقى علشانها يوماتي، وما جابش حاجة من الجهاز. حماتي تملي مشجعاني، مسمياه محروق بجاز، رومانسي بسمعها أغاني، حتى الغنى طلع نشاز. وهنعمل ايه في حظنا؟ كانت شورى مهببة، الجواز ده مشكلة، وشبابنا ضعف التهلكة. أجمل ما في العمر راح، مبقاش في ايدينا شيء متاح، بصراحة ومن غير سياح. تعبنا يا ولاد المؤذية. جميله. احسنتم. جميله. كلماتها جميله. مين اللي بألف كلمات؟ دي كنت انا اللي كاتبها وملحنها. انت كاتبها وملحنها؟ انت ما شاء الله بتعدل المواهب. عبي شريط بصوتي انا. انت اللي بتعمل كل الشغل الباند بتاعك؟ لا، في شعراء اصحابي بيساندوني، يعني في محمود خاطر شاعر صديقي كان كاتب لي بيومي فؤاد، في استاذ محمد عبد العظيم الشاعر الجميل
كنت قايل له على الفكره بتاعت ديسباسيتو، يعني قلت له الفكره بس، وهو بصراحه اشتغل عليها وعمل لي كويس. موضوع حلو جدا يعني. حلو حلو. يعني بس بقى معظم الاغاني انا فعلا اللي بكتبها وبلحنها يعني. حلو. بقى لكم قد ايه في ذا باند وتصورك لمستقبلكم ايه؟ احنا بقى انا من 2014 يعني، دلوقتي بقى لنا حوالي 3 سنين 4 سنين شويه. ويعني نفسي نكون الفتره اللي جايه ديت على مسمع كل المصريين يعني، على الاقل. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا حسن. طب نسمع بيومي فؤاد؟ يلا بينا. بس مش عايزين نزعل استاذ بيومي فؤاد يعني. انا بحبه جدا والله العظيم، ده انا كلنا بنحبه يعني. انا ممثل اصلا فلو يعني. طيب ماشي. نسمع الزملاء برضه. نسمع بيومي، اتفضل. بيومي فؤاد حياتي، طالع لي في الماضي والآتي وفي كل حكاياتي. بتقول انت بيومي فؤاد حياتي، طالع لي في الماضي والآتي وفي كل حكاياتي. شقاوة عز وجنان وضحكة حلمي وكلام، وشقاوة عز وجنان وضحكة حلمي وكلامه، وغيرة رمضان في دور ناصر أخو رفاعي. شخصية طمورة في الرقة والجزار في الحنية. انت يا حبيبي بميت شخصية، طمورة في الرقة والجزار في الحنية. شيف حسن في تكاته واللمبي في افيهاته، شيف حسن في تكاته واللمبي في افيهاته، وجرأت السقة وهو ناطط في المية. عادل إمام زعيم قلبي، وحليوة وذوق كده ولا حسن الشافعي. حليوة زي أحمد فتحي يخف الدم شيكو فهمي، رجولة زي أحمد فتحي يخف الدم شيكو فهمي. وفي العصبية ببقى شبه خالد النبوي. ما سبتوش حد يا ابو علي خالص. كل الفنانين. بس تناول حلو، جات لك الفكره دي منين؟ هو والله يعني بص، انا يعني دماغي طاقه شويه في الحاجات دي يعني، بحب دايما ان انا ايه اعمل حاجه تكون فيها فكره وفي نفس الوقت تكون لايت تعجب الناس. وقلنا يمكن يعني الفنانين ياخدوا بالهم مننا. جميله وملفته، ويعني اعتقد ان كلهم هيتبسطوا لان انت خدت نموذج لكل واحد الحاجه المميزه فيه. بالظبط. ده يعني لعبت على الايه، على الوينجيت زي ما بيقولوا يعني. طيب برضو عايز اسالك برضو يا حسن عن ذا باند. ما تنساش دينا خالص على فكره، مش عارف ليه. مش انت قائد الفريق؟ انا مش انت قائد الفريق؟ ما انا هسالك عن دينا بقى. انت معاك دينا من اول ما اسستوا الباند، ما فكرتش تضم تاني عناصر نسائيه في الباند؟ لا، هو في بس هصحح المعلومه، هي دينا كان اخر عنصر نسائي انضم للباند. نعم. دينا اخر عنصر نسائي انضم للباند. انت ما بيعيش معاكم فنانات ولا ايه؟ لا، هي الوحيده اللي عاشت معانا الحمد لله يعني، اللي هي موجوده هي الحمد لله. كل اغانيكم دوتوهات ولا في سولوهات؟ في سولوهات يعني بس مش كتير يعني، معظم الاغاني بنعتمد اكتر على الدويتو. تمام، بحيث ان احنا لو مثلا على المسرح ما نبقاش حدش فينا يقف ساكت كتير. تمام، بس لازم برضو كل حد يعني، هي بتغني شرقي وحلوه جدا في الشرقي، وانا بغني اندر جراوند ويعني بأدي فيه كويس. حلو. فيعني برضو بنحاول ان انا اعمل اديها مثلا اغنيه تغني فيها شرقي، انا اخد اغنيه مثلا اغني فيها روك لوحدي، يعني بنحاول ان احنا نتناول المواضيع وبنساعد بعض يعني. طب تحب، انا عايز اديها بقى مساحه تغني لوحدها شرقي. تسمعينا ايه دينا؟ بجد؟ ممكن اي
حاجه بقى. عايز تسمع اي اغنيه؟ اي اغنيه؟ اي اغنيه اللي جاهزه عملتي عليها بروفا في ذهنك عاملاها. ممكن حاجه حافظاها. طب يلا بينا نسمع ايه؟ بيسألوني لو غبت عني، لو غبت عني، أو رحت مني، أو رحت مني، هعمل ايه؟ أحب تاني، تاني تاني، أنا أحب تاني تاني تاني، مش ممكن أقدر تعرف يا روحي، يا روحي يا روحي، ما أقدرش ليه هو اللي زيك، لو كان في زيك هو اللي زيك، لو كان في زيك، في الدنيا حد يحب عليه، في الدنيا حد يحب عليه. جميلة دينا. ما تفكروش تضموا اللون ده من الاغاني لاتجاه ذا باند، ولا انتوا في الاندر جراوند في الراب؟ بس برضه من وجهه نظرنا وبطريقتنا احنا. يعني احنا في حاجه بنحضرها، يعني هنغنيها الحفله الجايه ان شاء الله. تمام. بس هتكون شرقي، بس في نفس الوقت برضه احنا بنحب نغني الحاجات الاوريجينال بتاعتنا اللي هي مواضيع بنتكلم عنها. مش هناخد مثلا اغنيه معروفه، هنعمل حاجه اورينتال، حاجه فيها السكيل الشرقي، تمام، بس بكلام بتاعنا احنا. ايه الهويه بتاعت الباند يا حسن؟ يعني انت بتصنف الباند بتاعك تحت انهي نوع من انواع صوت الشارع؟ صوت الشارع. وبالتالي دايما اغانيك بتتناول مواضيع اجتماعيه خاصه بالشباب بالظبط، بالمشاكل الاجتماعيه. طب هتغني لنا ايه دلوقتي في الاتجاه بتاع الباند بتاعكم؟ ممكن نغني بقى الكفر بقى، ممكن نقول ديسباسيتو اللي هي اللي عملناها بالعربي. ديسباسيتو، احنا كنا مأجلينها الاخر. ديسباسيتو بالعربي. طيب نسمع دي اكتر اغنيه اعتقد حازت على مشاهده في العالم كله، الاغنيه الاسبانيه الشهيره. نسمعها بالنسخه العربيه بتاعتك. النسخه العربيه. يلا. طيب قبل ما تقول ديسباسيتو بقى، انا هشكرك طبعا شكرا جزيلا انت والباند بتاعك دينا وكل الزملاء، شرفتونا ونورتونا النهارده، واسيبوا المشاهدين يستمتعوا معاكم باخر فقره في فقرتنا النهارده. ديسباسيتو معاك بقى دقيقتين امتعنا فيهم. يلا بينا. يلا اتفضل. فوزي ليه الحياة بقت غالية وفشيخة، أكل وشرب ولبس تيجي ازاي، ازاي هتكفي المهيات عند أمي، بيض ولبن وبامبرز بيبي جوي، ده غير الجهل وغير البطالة، غير التلوث غير الزبالة، والشباب اللي واقف عالناس يبيع حشيش وبانجو وترمل، الشباب كله بشمل، يشربوا ستروكس ويشربوا فودو. يسباسيتو هاتوا الشباب دي ووعت ايده، خلوا حياته شغليته، طلبنا سهل مش صعبتيتو. يسباسيتو هاتلو مرتبة بالصوص نسيتو، أكله وشربه لبنيته، أمله حياته شغليته. صوبيا كيلو الرز بكام وكيلو اللحمة بكام، أنا جوعت أنا والمدام، والله يا ناس حرام عليكم، دنيا غالية نار وانتو مستهبليتو، بتاكلوا في بسكويتو مش عاوزين تسمعيتو. اسمعوا صوت النملة، أنا ممكن أعمل عملة، خلاص مفيش مجاملة، دي بتعاملني أملة، أنا ممكن أجيب عم محسن وخالته أم صابر، ممكن ألم عيال الحتة ومعاهم أم جابر، أمي كله تحت بيتي ونروح نهاجر، عشان تعبنا وزهقنا والله. بسيطة ومش غويته، اديله جبنة رومي اديله جبنة فيتو، طب حتة بسكويتو بسيطة أنا مش ماليزي صدقني مش عبيطو، بسيطة ومش غويته، اديله الحب جانب أكله البسكويتو، طب اذبح له وسة اشرب له حلبسة، أنا مش ماليزي صدقني مش عبيطو.
هن هن